صندوق خشب مبهج بيلف الشوارع والحواري يدور المنافلة بتاعته فتخرج منها نغمات تسحر القلوب. دي البيانولا، أو زي ما الطلاينة سموها اللاتيرنا، حكاية نغم عمرها عدى 130 سنة وجمعت بين مصر وتركيا واليونان في حب المزيكا. الحكاية بدأت سنة 1894 لما صانع الآلات الإيطالي جوزيف توركوني سافر اسطنبول وفتح ورشة هناك. الراجل ده عمل حركة عبقرية، عدل الاسطوانات الخشبية للبيانو علشان تعزف المقامات الشرقية والربع تون، وخرجت من ورشته أول بيانولا محمولة بتشتغل بالإيد وبقت تلف على القهاوي والمطاعم وتنشر البهجة في الشوارع. الآلة دي دخلت مصر مع الجاليات اليونانية والإيطالية ولقت مكانها على طول في قلوب المصريين، بالذات في شوارع الإسكندرية والقاهرة القديمة. ورغم إن البعض أطلق عليها في أواخر أيامها بيانولا الشحاتين علشان الراجل كان بيلف بيها كان بيجمع قروش من البلكونات، إلا إنها في الحقيقة كانت سينما الغلابة وراديو الشارع، وخلدها مبدعين كبار زي صلاح جاهين وسيد حجاب في أشعارهم. في تركيا لسه لحد النهاردة بيعتبروها حتة من ريحة الزمن الجميل وبيسموها الفانوس لشكلها طبعا، وممكن تقابلها في قهاوي اسطنبول القديمة. أما بقى في اليونان فبقت قطع نادرة ومحفوظة في المتاحف كإرث ثقافي وفني غالي. البيانولا مش مجرد صندوق بيطلع مزيكا، دي كانت حالة لمت الأطفال وابتسامات لستات البيوت في الشبابيك وصوت حارة مصرية أصيلة عاشت على نغمات بسيطة لسه معلمة في ذاكرتنا الشعبية لحد النهاردة.